ايه الاخبار يا شباب؟ معاكم زياد، والنهارده هنستعرض مع بعضينا مود عداد السرعه الواقعي للعبه جي تي اي سان اندريس للاندرويد. تمام، من غير رغي كتير تابع الفيديو للنهايه. متنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان نوصل لل 500 مشترك. وخلينا نبدا على طول، وطريقه التركيب في اخر الفيديو. تمام، انت تركب اي حاجه كده حتى لو العجله. تمام، بس احنا خلينا ننزل عربيه من قائمه الغش اهي. تمام، اهي عربية. تروح تركب كده يا باشا، هتلاقي العداد ظهر معاك تحت. تمام، بصوا، خلينا نمسك كده سكة القطر من هنا. يلا بينا، بصوا السرعة، والعداد واقعي بيجيب لك الغيارات اللي العربية ماشية عليها. وفي تحت الشريط اللي بيتملي ده اللي هو يعني مثلا الار بي ام. في تفاصيل كويسة جدا 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 جدا. بس احنا هنا عشان ماشيين على سكة القطر طبعا، فمش ظابط. خلينا نروح لكده منطقة تانية. اهو احنا جبنا اسرع عربية في اللعبة وجينا المطار اهو عشان نجرب. تمام، اهو بص السرعة، بص السرعة 120 130 40 50. وجامد والله العظيم، شكله حلو قوي. هتقفل ال 200 العربية دي ولا ايه؟ هتقفلها 200؟ هتقفلها 200؟ وي. بس كده يا شباب، احنا كده استعرضنا المود مع بعضينا، وهسيبكم دلوقتي مع طريقة التركيب. طريقة التركيب سهلة جدا. هتدخل على تطبيق زي ارشيفر، داونلود الملف اللي هو ده، هتدوس عليه دوسة واحدة، دوس مشهد، تاخد الملف ده كده نسخ. تمام، بعد كده ترجع تدخل على الاندرويد داتا، وتدوس هنا اللصق على طول. تمام، هيجيب لك كده ان انت تعمل استبدال للملف. عشان انت كده بتحددها على الكل، هتدوس علامة الصح وهتدوس استبدال. تمام، هيحمل معاك الشريط ده كده. بس كده مبروك عليك، انت حملت المود وركبته بالطريقة الصح. تمام، بس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. متنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.